بصي انت تحتاج الجدول ده طبعا، هشرح لك الجدول ده فايدته ايه، وده الجدول ده اللي هيساعدك انك الصوره تكون واضحه والضغط يقل عندك بالنسبه لنقطه المذاكره. بكل بساطه كده، اول حاجه بتعملي جدول زي كده، انا بعمله لوحه كبيره. المهم اسم الماده هتكتبها هنا، والمحاضرات اللي عليك هتكتبها هنا، او ممكن الدروس لو حد لسه في سنه او حاجه زي كده. وفي نفس الوقت بيكون قدام كل درس او كل محاضره 4 مربعات. ال4 مربعات دول على اساسهم المربع الاولاني انا هاخد فكره عن الدرس ده. المربع التاني انا اللي هو مذاكر الدرس ده. المربع التالت انا لو قدامي اسئله هعرف احلها لوحدي. المربع الرابع ده اللي هو ايه، صامم المكان، اللي هو هشوف اي حاجه احلها حتى من غير ما افتكر، لا ايديا هتلاقيها بتمشي لوحدها. تمام. بنمسك كل الدروس او كل المحاضرات اللي علينا ولكل ماده، وبنقيم نفسنا على اساس التقييم ده، والواحد يكون صادق مع نفسه، بمعنى ان انا حتى لو مش واخد فكره ما عنديش ادنى مشكله ان انا اسيب المربع ده فاضي لحد ما اخد فكره، وبعدين اعمل ايه اللي هو علامه صح. والجدول ده هيوضح الصوره، بمعنى ان هيوريكي انك انت ايه الحاجات اللي انت مقصره فيها وايه الحاجات اللي انت تمام فيها، بحيث انك انت ما لان في غلطه بنقع فيها اوقات وقت ما بنيجي نفتح ماده مثلا، بنروح مذاكرين الحاجات اللي احنا مذاكرينها واللي احنا اصلا فاهمينها، وبنكون مش واخدين بالنا ان في حاجات تانية احنا مش واخدين اي فكره عنها خالص، وبنتصدم فيها في الاخر وقت ما اللي هو ايه، الوقت الضايع. تمام، اللي هو احنا فيه اصلا. المهم، فهي الفكره كلها، انا وقت ما بقيم نفسي في كل المحاضرات ببدا بالمحاضرات اللي انا مش عارف في اي حاجه خالص، والمحاضرات دي اللي بحاول احسن فيها حالي، بمعنى ان اول حاجه مثلا ولنفرض ان كل محاضرات اكون واخد عنها فكره، بعدين ابدا من المربع التاني، تمام، بعدين ابدا المربع التالت، وهكذا.